ايوا السلام عليكم الطفيلات، شحالكم؟ نتمنى انكم تعودوا بخير وعلى خير وانتم تخرصوا هذا الفيديو. نعرف عني غبت عنكم وغبرت اليوم. المهم يامس فتحت واحد البطه ديال البخور واحد 3 اشهر وانا مخزنتها في الظلمه، مخزنتها في بلاصه مظلمه، والريحه دمار. اصلا نعدت لكم في السناب وكل شيء قالوا لي شاركيه معنا، فانا الحمد لله جبرت هذو الفيديوهات، جبرتهم زدت محتفظة عليهم في السناب، فحاولت انني نعدل لكم عليهم يعني فيديو نخليه لكم في اليوتيوب، لانه السناب فيه 24 ساعة وكيمسحاو. المهم هذا البخور سهل، مكوناته في اي دار سهل ورائع وخرافي والله العظيم. يعني تبخري به كل شيء ده يسولك اش معدله في دير البخور والله العظيم، ريحته دمار شامل. المهم اللي احتجت فيه الجاوي تأكدوا انكم تحرقوه سابق تدقوه، يعني حاولوا تبخروا بيه تشموا ريحته. اذا عاد مخنز ما ديروه، اذا عاد عادي هذاك ديروه. فالجاوي دقيتو كيف تراعوا بالمدلك، دقيتو بغيتو تطحنوه لازين عندكم، انا دقيتو بالدلاك، دقيتو مزيان طرحته في ذاك البول. وهذا الصلبان اللي كندق فيه دريك، عرفتوا الصلبان هذاك زوين ريحته، وتوف دقيته حتى هو وطرحته في هاي الجيره الكبيره ديال بلاستيك. وهون عندي تيدكت لازم تكون طفله حره، ولا ما عدت ما يحرم ماني ما يخسر شيء، غير من الاحسن تعود حره، لانه ملي كيبطل البخور ويبطى يعني 2-3 شهور انت خزنتيه، مني كتمرقيه كيمرق معلك، فهمتوا؟ هاك هو البخور اللي كيجي زين ينحرق في الشور عليه، وحتى الا نحرق ما يعطي ريحه شينه. المهم حاولت نعدل للنص، لاني صراحه انا في الغربه وتيدكس عندنا هي الذهب فحاولت نعدل للنص. وعندي هذا العود، هذا العود الصراحة جبته معايا من السعودية، ما ندمت عليه. وانتم عدلوا اي عود عندكم، شوفوا هذا البخور انتم اختاروا اي شيء عندكم طارحينه في داركم، بحال العود طارحين، بخور طارحين، يعني ماكم يعني طارحين عندكم ياسر مزيان طارحينهم، حاولوا تجمعوهم كامل ديروا في بخور والله العظيم ماكم اللي تندموا. انا هذه طريقتي. فكيف قلت لكم، وعندي هاي البطه ديال السلوى راكم عارفينها راهي موجوده ما شاء الله عندكم، عدلت حتى هي منها النص. هي ضروري تجي في البخور، لانه يعني كتعاون انه البخور يعود ياسر، وملي حتى هي راهي ريحتها ما هي شينه، ريحتها زينه. فحاولت انا نعدل للنص، عدلت لنا نصها. يعني هي اصلا رقيقه، يعني ما تحتاج تندق ولا شيء. شوف خزنت الباقي من عندي من المقادير خزنتهم، لانه الصراحه هون في الغربه هذا الشيء احنا عندنا هو الذهب المهم حاولت انني نقطع ذاك الشيء مولي بالمقص، الا قديت يعني اذا عاد محتاج، بعد ما محتاج خليه. فهون انتقلت صراحه المرحله الثانيه اللي هي تعطير، راعي نعتلكم عن قريب شفتوه. فدريك جاتنا يعني انتقلنا لمرحله تعطير. اي مسك عندكم يا الطفيلات جبتوه، اي مسك، حتى لما عندكم. انا صراحه عندي لا مساك الحره، وصراحه عدلتهم فيه لانه ما عنديش صراحه هون امساك عاديين ديال العبار ولا ديال الشي راكم عارفين. وعدلت فيه صراحه لمساك الحره وما ندمت. عدلت فيه كوكو مادموزيل، عدلت فيه هذا ديال فيكتوريا سيكريت ديال فيري سيكسي، عدلت فيه هذاك لافيرن شريته معايا من السعوديه، يقولوا له هو عطر جورجينا. وعدلت حتى ذاك باث ان بودي وورك، حتى هو عدلته، كل شيء عدلته صراحه جا رائع، الريحه دمار. المهم ما عادوا متوفرين عندكم هاولا مساك الحره، حل بسيط عندكم يا الطفيلات، تمشوا عند مول مكياج ولا عند بارفومي ده تقولوا له عطينا الزيوت العطريه، حاولوا انه ما يعدلكم فيهم الكول، قولوا يعطيكم لا زيوت عطريه، يعني يعطيكم ديال العبار ولكن ما يعدلكم فيه الكول، سوري. فلي تجيبوا تنوعوا 20 درهم 10 دراهم، لي تنوعوا من العطور اللي كتعجبكم نتوما، كيف شانيل،
سكاندال. انا صراحه ما كتعجبني، غير كتعجب شي وحدين. نوعوا من جميع العطور اللي عندكم، حاولوا انكم ما تعدلوا دوك العطور القاصحين ديال العود باش ما يخنز لكم البخور. عدلوا لا روايح بارده باش يجيكم بخور بارد. فهمتوني حق الله؟ اللي تجيبوا له 10 دراهم 10 دراهم، جيبوا العطور اللي نتوما ذوقكم وخلطوه في هذا البخور اللي يجيكم رائع. صاي من بعد ما سقيت ونسقيه مزيان اللي نحس عن البخور بتل من شي حق، صافي نسقيه مزيان 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 مزيان. وتوف من نخلط نحاول نغلف ايدي ميكاب ليقا باش ما يبقى لي ايدي راه غيبقاو لكم نهار كامل ايديكم معطرين. المهم نزيد انا كنحرك ونشوف عيني ميزاني، نحاول عني البخور نعطره مزيان، نخليه راغن باش يشرب مزيان. صافي انا نخلط ونعطر في نفس الوقت. شوفوا هذا البخور ساهل، ما تحتاجوا يعني تشروه، ما تحتاج يعني كاين اللي ما في حاله ما عنده باش يشريه، غير عنده هالمكونات كامله عنده في الدار. يعني مشي عند عطار 5 دراهم الجاوي 5 دراهم صلبان تيدكت هذاك ديال السلوى العودي اللي عاد عندكم حتى هو خلطوه. فهمتوا يعني هادشي قد يعود عندكم متوفر في الدار ولكن ما متوفر عندكم باش تشروه. ولينا نقدو بطه ديال الزاج، يعني ديال الزاج باش يحافظ على المسلة. اوكي ضروري ديال الزاج طفيلات كنعدلو فيه كميه كامل. وانا عندي هي القريعه اللي كديره فيها العود بيا خويته كامل بخور، قلت حالي نعدل شويه منه في هاي القريعه ونخليه عندي في الطويبله ديالي ديال البخور. يعني وقت ما جاني شي حد نبخرو ولا نبخر داري كاع انا راسي كرتون راسي. والشي الثاني اللي هي نخزنو في بلاصه مظلمه ونلفلفو في شي عود غليظ. اوكي ونخزنو في بلاد يعود مظلم شهرين 3 شهور 4 شهور. الا ما عدتو قديتو تصبروا 20 يوم 15 يوم ضروري تلفلفو يبقى في بلاد مظلم. راه والله العظيم يا بنيت جبدي كده عتي جابده كنز، جابده تحفه. انا تمنيتكم تشموه، تمنيتكم تشموه. يا غير عدلوا كيف هاي الطريقه اللي عدلت وكيف قلت لكم الروائح على ذوقكم، يعني على ذوقكم نتوما، على ذوقكم البخور كيفاش اللي يطلع لكم على ذوقكم. انا هذا البخور والله تشموه يا راسكم ينقفل بيقع اللي زين الريحه. صافي هون قلت ضروري لي نزيدوا شوي من لمساك ونقفل عليه. ملي كديروا في القرعه كتزيدوه من اللي لمساك وتقفلوا عليه. وكيف قلت لكم ما نكون محتاجين الروائح الحره باش يجيكم بخور زين، نو قيسوا بارفورمي وقبضوا 10 دراهم 20 درهم من الروائح العطريه اللي زينه عندكم وتوفوا تعدلوها في هذا البخور. ونعرف عنه اللي يعجبكم ولا تقولوا كوكي قالت. وهذا هو بكم ورايني عدلته في المبخره ديالي. شوفوا تبارك الله انا معدلته وما شاء الله ما بغى يطفى. كيف قلت لكم بقى مده طويله هو ينحرق باش تعرفوا عنه بخور ناجح 100%. وما شاء الله بقات الدار ريحتها بارده وبقى البخور مده طويله. هذا باش تعرفوا البخور صدق. وهذا هو بكم. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ونلقاكم فيديو ثاني. باي باي.